هلو هلو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا بينا نعمل مع بعض النهارده البسبوسه السهل الممتنع. كتير بتحصل منه اخطاء وبالتالي بتفشل منه، لكن معانا النهارده ومن بعد الفيديو ده البسبوسه تطلع معاكم ولا كلمه، لانه بكل سهوله هو كورس مجاني تحفه جدا. يلا بينا بسرعه نبدا وبسم الله، ولايك كده علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. اول حاجه هنحتاج معانا سكر، وهنا معانا عسل نحل، او ممكن نبدله بعسل بسيرب تقيل، شربات تقيل. معانا كمان جوز الهند، معانا كمان لبن، معانا كمان هنا سمن بلدي. تمام، لبن سايل مش زبادي يا بنات، لبن حليب. تمام، وهنا سمنه بلدي. اهم تركه للبسبوسه هي السمنه البلدي، تكون سمنه بلدي نوع كويس. تمام، كده كل حاجه لوحدها على جنب. هقول لكم حالا نبدا خطواتنا ازاي. اول حاجه مع بعض هنختار دقيق سميد. انا هنا لسه ما كنتش وزنته، قلت اوزنه معاكم علشان نعرف مع بعض ان الميزان هو اهم حاجه. تمام، اهم كتير من ان احنا نعمل بالكوبايات. نوزن مقاديرنا بالكوبايات. تمام، حلو وكل حاجه، لكن الادق صدقوني هو الميزان. كمان معانا نوع الدقيق. نوع الدقيق لازم نختار نوع كويس جدا. لو انت بتستخدمي نوع وضمناه تمام، لكن لو مش بتستخدمي نوع ومحتاره، انا اضمن لك ان دقيق البسبوسه من دقيق سميد الفرات، سنبله الفرات، نوع جيد جدا، هيطلع معاكي بسبوسه بنفس مقاديرنا وتكاتنا ولا كلمه. تمام، هنا كنت جبت بوله فاضيه حطيتها على الميزان، الميزان متصفر خالص على زيرو، وبعد كده ببدا افتح الميزان واوزن لحد ما يوصل معايا هنا 750 جرام من دقيق السميد. تمام، كل المقادير والمكونات هكتبها لكم مع بعض في صندوق الوصف تحت في الديسكريبشن. تمام، هنا اول حاجه معايا السكر، نزلت عليه بجوز الهند وكمان بعسل النحل او بشربات تقيل. تمام، هنا بنزل كل المكونات مع بعض بالنسبه للسكر والعسل وجوز الهند، وبقلبهم مع بعض كويس جدا، نعمل لهم ميكس، وهنشوف ازاي هنكمل مع بعض. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك علشان الفيديو بس يوصل لاكبر عدد ممكن. هنا بنمكسهم مع بعض، وهناخد حالا السمن والحليب كل حاجه لوحدها، مش هنخلطهم على بعض. السمنه هنحطها على البوتاجاز تسخن، ومج الحليب بسرعه على الميكرويف يسخن كويس جدا، يسخن مش يغلي. كمان السمنه مش تتقدح، تسخن جدا. تمام، في الوقت ده هجيب صينيه مقاس 30 في 40 وانزل فيها بمعلقه سمنه بلدي وكمان معلقه طحينه، وامكسهم مع بعض واقلب كويس جدا الصينيه عشان تكون جاهزه معايا. اعمل الارضيه كويس خالص وادهن كمان جوانب الصينيه. الطحينه من التكات الحلوه قوي اللي بتوحد لون ارضيه صينيه البسبوسه. ممكن اعملها لوحدها من غير السمنه، لكن انا من الناس اللي بحب طعم السمنه قوي مع الطحينه، بتدي طعم وتركه حلوه قوي السمنه مع الطحينه. تمام، بسرعه كده بنجهز الصينيه مع بعض، بحيث على طول مجرد ما اللبن والسمن كل حاجه تسخن لوحدها يبقى الصينيه معايا جاهزه للصب على طول. هنا كان خلاص كل حاجه سخنت، بنزل هنا بالسمن، تكون سخنه جدا يا بنات مش مقدوحه، على خليط السكر وجوز الهند والعسل، وبقلب كويس جدا. انا مش عايزه السكر يكون فيه كلاكيع، عايزه كل حبيبات السكر تكون كده متفرفطه من بعضها، وما يكونش فيه اي كلاكيع خالص. في نفس الوقت مش عايزين السكر يدوب. تمام، بعد ما بقلب كويس جدا السمن في الخليط ده، بنزل بعد كده بكوبايه اللبن السخنه جدا. تركات بسيطة لو مشينا عليها هنحصل على بسبوسة مرملة ودايبة ولونها ذهبي كده وقلبها من جوه أبيض ولا أروع. حقيقي هتاخدوا بسبوسة ناجحة جدا، تقدروا تعملوا منها مشاريع، تقدروا تعملوا منها عزومات، تقدروا تاخدوا منها هدايا وانتوا رايحين لأصحابكم. حقيقي هتشرفكم جدا، حاجة كده على أصولها. هنا خلاص بصوا مفيش اي كلاكيع خالص من السكر، وكمان السكر ما دبش. اهم ترك ان احنا مش عايزين ندوب السكر يا بنات. تمام، كده خلاص دوبنا كل او فرفطنا كل الكميه معانا. هننزل بقى حالا بدقيق السميد. هنا بقى معانا اهم حاجه، هنا مش هعجن خالص، البسبوسه ما بتتعجنش، البسبوسه ما بتتعجنش يا بنات. هنا يا دوبك بس بطراطيف صوابعي باطراف الصوابع كده كنت بحاول ان انا افرفطها مع الخليط السائل السمنه والحليب الساخن، وبسرعه بسرعه بس كده
بحاول ان انا حتى مش هبسها، هقلبها مع بعض كده بطراطيف صوابعي بس. خلاص مفيش اي كلاكيع معايا. بسرعه وهي سخنه بنزل فيها في صينيه الخبز، وبسرعه بفردها بحيث كله يكون واخد مستوى واحد. حتى لو تاخدوا بالكم هي سخنه معايا، بسرعه بشتغل كده وهي سخنه، بقلب وبحاول ان انا بعد ما بخلص بقى اهزها او ارجها شويه عشان تاخد بسرعه كله سطح مساحه واحده ومستوى واحد. تمام. يبقى احنا كده اهم حاجه معانا في البسبوسه نختار نوع دقيق سميد يكون كويس جدا نكون ضامنينه، نختار سمنه بلدي تكون كويسه جدا. البسبوسه ما بتتعجنش، وكمان مش بنحط عليها بيكنج باودر خالص يا بنات. شايفين معانا ما شاء الله. هنا بحاول بقى ان انا ارجها عشان تاخد كلها مساحه واحده. هنا في الوقت ده ممكن ابل ايدي ميه وامشي بيها على السطح، هتسهل معانا خالص الفرد لو هي الدنيا عامله معاكم. بسرعه بجيب سكينه، مش بنزل لتحت، يا دوب بس بشرح من فوق كده علشان التسويه تكون واصله لقلبها، وفي نفس الوقت تديني فرصه لو انا عايزه الزق عليها اي مكسرات او حاجه. حتى لو بتحبي البسبوسه ساده وناويه تعمليها ساده، اعملي برضو التركه دي، هتساعد ان قلب البسبوسه من جوه يوصل لها تسويه، لان انتوا عارفين البسبوسه اللي فيها بيض ولا فيها حاجه، فاحنا عايزين تستوي على نار عاليه. واقول لكم حالا مده السوى بنختبرها ازاي، لان هي ملهاش مده محدده تقعد فيها في الفرن زي الكيك او كده. تمام. ببدا بقى في الوقت ده بعد ما بشرحها مربعات او مستطيلات حسب ما انت عايزه، ببدا بقى انزل عليها كده وبلزق المكسرات حسب ما تحبي. هنا انا عملت مزيج ما بين البندق والسوداني وحبات الكريز، واحاول الزق او اضغط على حبات البندق او حبات المكسرات عموما على البسبوسه شويه، علشان على ما تستوي البسبوسه هتطلع لفوق حاجه بسيطه قوي، فممكن تنطر المكسرات دي لفوق وتطلع معانا بمجرد ما بننزل عليها بالشربات. كده خلاص البسبوسه جاهزه معانا. طبعا احنا اول ما بنبدا في عمايل البسبوسه او في التجهيز على طول بنكون مسخنين الفرن على درجه حراره 200. بسرعه بسرعه كده. بصوا انا بضغط على كل المكسرات ازاي بايديا، حتى ببلها بايدي ميه وبنزل بيها عشان تديها لمعه، وكمان ضغطه بسيطه كده على المكسرات عشان تفضل لازقه على البسبوسه. طبعا الفرن معانا ساخن على درجه حراره 200. تمام. بسرعه هندخلها على الفرن، وعلى ما تكون البسبوسه جهزت هنعمل مع بعض الشربات. شربات البسبوسه مكوناته سهله جدا. اولا شربات البسبوسه لازم يكون خفيف. تمام. شربات البسبوسه لازم يكون خفيف يا بنات. اول حاجه محتاجه معايا من الميه 4 كوبايات ميه و2 كوبايه سكر وبس عصره ليمونه، مش محتاجين اكتر من كده. لو عندك عسل جلوكوز في البيت حلو قوي، هناخد منه 2 معلقه عسل جلوكوز. تمام. مش موجود عادي خالص، هنكمل الشربات بتاعنا والدنيا زي الفل. هو بس العسل الجلوكوز بيديله قوام حلو سيكا، مع ان هو يعني ايه بيديله لمعه حلوه كده. تمام. شربات مش بيتقلب خالص، انا بس بقلب في الاول، مجرد السكر ما يدوب ببدا في الوقت ده ارفع المعلقه وارفع التقليب فورا. ومجرد ما الشربات يغلي معايا ببدا ان انا اهدي الحراره ويستوي كده على نار هاديه، ولو في معايا ظهر اي ريم بشيله اول باول. تمام. كمان معايا منديل مطبخ نضيف او فرشه حلويات، ببدا ابله ميه وامسح كده جدران الحله علشان امنع اي تكتلات تظهر نتيجه الغليان، وان مع الغليان بينطر حبات سكر على الجدران، يجي يغلي يقوم ياخد منها فالسكر يفضل واقف. في الحاله دي الشربات هنا معانا بيسكر، ونقول الشربات سكر من ايه؟ من التقليب الكتير وتركه ان احنا ما نمسحش جدران الحله او البوله اللي بيتسوى فيها الشربات. تعالوا بسرعه كده نروح على فرن البوتاجاز ونشوف البسبوسه اخبارها ايه في الفرن. هنا البسبوسه اعرف ازاي بقى يا بنات انها استوت؟ انا مدخلاها على درجه حراره 200. لو مجرد ما الحواف معانا احمرت يبقى كده البسبوسه داخله في السوا. لسه ما احمرتش بسيبها تكمل. طب لو احمرت بضغط بصباعي بالراحه كده على البسبوسه، بلاقيها شدت معايا، يبقى كده خلاص البسبوسه استوت تماما. ببدا بقى في الوقت ده اهي كده معانا شدت اهي. تمام. شدت ازاي؟ مش بضغط عليها، مش بتضغط معايا لتحت. في الوقت ده ببدا ان انا اشغل الشوايه وعيني عليها، عشان بمجرد ما بشغل الشوايه بتستوى او بتحمر معايا فورا. تمام. كده خلاص كانت احمرت معانا وطلعناها كمان من فرن البوتاجاز. ببدا بقى ان انا اقطع بالسكينه مكعبات البسبوسه لحد الارضيه.
قبل ما تخش الفرن كنا بس بنقطع من على الوش، مش بنوصل لارضيه الصينيه، لكن حالا بنزل بارضيه الصينيه بالسكينه لحد ارضيه الصينيه تحت، علشان الشربات ينزل يتشرب في كل قطعه من قطع البسبوسه. تمام. وبجيب معايا معلقه كده، وعلى ظهر المعلقه ببدا ان انا اسقي الصينيه كلها كامله. بسم الله. الشربات طبعا مش بنسيبه يبرد، شربات ساخن مع البسبوسه تكون ساخنه. تمام. ليه بعمل تركه المعلقه دي؟ علشان الشربات وهو نازل لو نزلناه كده مره واحده على البسبوسه ممكن سطح البسبوسه يتخرم مننا، فكده بنزله بدفء بالراحه، بدفق يعني بالراحه، مش جامد. تمام. معلش لو الفيديو طويل عليكم، بس انا بحاول ادي كل تركات للبسبوسه علشان ان شاء الله ما تفشلش معانا. هي سهله جدا، ما بتاخدش وقت، اسهل مما يمكن. هي حقيقي حقيقي السهل الممتنع. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى تحطوا لايك. بصوا بقى، هنا نعرف مع بعض البسبوسه ازاي بتكون عايزه شربات او لا. انا هنا بضغط عليها بصباعي بالراحه، لو بتك عليها كده، لو البسبوسه ادت معايا كده شربات، يبقى هي انا شفت معايا شربات يعني سايل، يبقى هي في الوقت ده محتاجه شربات تاني. بدي تاني بالراحه وببدا اوزعها واهزها واسيبها شويه، دقيقه كده ولا حاجه، وببدا اضغط عليها تاني واختبرها محتاجه سايل، او ضغطت عليها ادتني كده في سايل ظهر تحت ايديا، يبقى كده البسبوسه محتاجه تاني. ما ادتنيش اي سايل والبسبوسه تمام، خلاص تمام، هي كده فل قوي، مش محتاجه خالص اي شربات تاني معايا. كده خلاص البسبوسه معانا زي الفل. اتمنى بقى لو بتشوفونا لحد هنا لايك وشير وكومنتات حلوه كتير، ولو بتشوفونا من الفيسبوك شير كتير يا بنات وكومنتات عشان الفيديو يظهر لاكبر عدد ممكن. دمتم في رعايه الله. باي باي.